النسيان موضوع مؤرق جدا وحير العلماء حرفيا. ناس كتيرة جدا بتعمل أبحاث عن الذاكرة والإنسان اللي بينسى، وموضوع كبير قوي. بس من أكتر الناس اللي اتكلمت عن الموضوع ده بمنتهى السلاسة والبساطة كان دكتور مصطفى محمود، لما شرح في كتب كتير ليه عن فكرة الذاكرة وإن الإنسان بيعتقد إنه بينسى، لكن في حقيقة الأمر إحنا مش بننسى. مفيش أي معلومة بتدخل دماغك وبتروح. مخزن الذاكرة جواك كل المعلومات والذكريات. طيب السؤال الطبيعي والمنطقي، احنا ليه بننسى؟ ليه ممكن احاول كتير جدا افتكر حاجة حصلت لي من كذا سنة ومعرفش خالص؟ لانه ببساطة اللي بيحصل مش نسيان، اللي بيحصل اسمه انك مش قادر تستدعي المعلومة. هي المعلومة موجودة، بس موجودة في مخزن الذاكرة وانت مش عارف تجيبها. دماغك مش عارفة تنفذ الامر انها تجيبها من المخزن ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ده بمنتهى البساطة من كتر التشتيت اللي احنا غرقانين فيه. دماغك لما بتاخد امر كده انها تستدعي معلومه من الذاكره، بتبقى عامله زي السنترال اللي بيجيله مكالمه. هي طبعا في اللحظه دي لو انت من الاشخاص اللي عقلها مش مشتت، بسهوله جدا ان الدماغ تستدعي المعلومه من الذاكره. لكن لو انت من الاشخاص اللي عقلها مشتت ومليان افكار كتير جدا وتفاصيل ومليون حاجه صغيره وكبيره محطوطه في دماغك، بالتالي التشتيت ده بيخلي ان انت بصعوبه جدا تستدعي المعلومه. يعني بمنتهى البساطة المعلومة موجودة لكن انت مش عارف تستدعيها. طب يا ترى ايه الحل؟ هل في حل لحاجة زي كده؟ الحل بصراحة ممكن نمثله كده بنظرية نسميها المصفى. اتعامل مع دماغك انها مصفى، نصفي منها كل المشاكل والحاجات اللي ما تاخدش حيز وتكون أولوية. بالتالي هنتحول وقتها للتوصيف الجميل اللي قاله دكتور مصطفى محمود، ان احنا نجتهد. يعني انا عارفة انها حاجة صعبة شويتين في هذا الزمن، بس ان احنا نحاول نكون من اهل الهدوء، الناس الهاديه، الناس السلسه كده اللي بسهوله جدا لو سالتها على حاجه تلاقيها بهدوء قوي من غير عصبيه ولا ملامح وشها تتغير، بتستدعي المعلومه بسهوله. نقدر نقول ان الكلام ده كده دعوه ان احنا يعني نحاول ان احنا نكون من اهل الهدوء والسكينه، الناس اللي على قد ما تقدر بتصفي التفاصيل والمعلومات اللي ملهاش لازمه وتخلي في دماغها بس الحاجات الاساسيه والمهمه. وده هيخلينا نقدر جدا نستدعي المعلومات بسهوله. كتير مننا الفترة دي بينسى هو راكن فين وسايب النضارة فين وهو لابسها والتليفون قفل ولا لأ وفيشة المكوى شالها ولا لأ والتفاصيل الضيقة الكتير دي. احنا في حقيقة الأمر مش ناسيين، كل ما هنالك ان احنا من كتر التشتيت مش عارفين نستدعي المعلومة. لو حد حس كده ان الكلام ده في اللحظة دي جاله نور له لمبة ان هو يهدى شوية ويحاول ان هو يرتب الافكار في دماغه بحيث ان الامور كده تمشي بهدوء وسلاسة، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان ليك حد من صحابك او معارفك هو من كتر التشتيت دايما بيسقط اشياء وكده وناسي حاجات كتير، ممكن جدا تعمل له منشن في الكومنتات.